السلام عليكم. معقول توصل الخلافات العائلية والصراعات على الورث لدرجة القتل؟ خاصة في عيلة زي دي من صفوة عائلات مصر. القتيل كان عنده نية للصلح وكان ضحوك بشوش عكس بقية الإخوة، لكن للأسف مات في ظروف غامضة جدا زي ما احنا شايفين. الطب الشرعي أخد عينة واكتشف إن في حاجات بين أسنانه لسه مش عارفين دي حاجة منه ولا دي حد اعتدى عليه. لسه الأيام الجاية هتبين حاجات كتير قوي. النهاردة الجنازة كانت كلها حزن وقهر، وحضرها طلاب كتير قوي من طلبة ماما نوال، وكان الصدمة على وجوه كل اللي كانوا حاضرين والحزن كان بيخيم على الجنازة كلها. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما تنسوش اخطكم من اللايك والسبسكرايب عشان القناة تكبر بينا وبيكم. شكرا.